السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، احلى متابعين قناة مطبخ العيلة مع ام فرح. يا رب تكون وقت كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. برنجان عروس ومعاه الدقة بتاعتها، وهنعمل احلى برنجان مخلل باحلى تحبيشة. يلا بينا مع بعض. طب انت ما عمعتيش البرنجان ليه؟ لا ده انا هاخد البرنجان زي ما هو كده اهو، زي ما انا جايباه. انا جبته وغسلته وهسلقه كده بحاله بقمعه بكل محتاله. طب ازاي هتسلقه كده؟ تستنوني وتابعوا معايا بقيه الفيديو وانت تعرف ليه سلقته بالقمع بتاعه. يلا بينا. وقومي هاتيلي كيلو برنجان من السوق او من اي محل، وهتعمليه وتاكل صوابعك وراه وهيشكروك عليه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا عايزين نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما احنا شايفين معايا كده، معايا ميه بتغلي، هتنزلي بيه بالبرنجان. ايوه هنزل بيه بالقمع بتاعه زي ما احنا شايفين كده، مش هقمعه ولا اي حاجه، ما تستعجليش واستني معايا لبقيه الفيديو وانت هتعرف انا ليه عملته بالقمع بتاعه. المهم دلوقتي احنا هنسلق معانا البرنجان، ولو انت عايزاه ان انت تاكليه على طول هتسلقيه سلقه محترمه، مش هتاكليه على طول هتسلقيه نص سلقه، عشان لو انت هتحطيه في التلاجة عندك تخزنيه لو انت عامله كميه كبيره او كده. فانا هسلقه 3/4 سوا كده علشان احنا عايزين ناكل منه على طول، وما بياخدش في النار وقت كبير. انا دلوقتي هغطيه عشان يتسلق ووريهولكوا لما يتسلق. بينا بقى نعمل التحبيشه بتاعته المظبوط. اسفه يا جماعه. معايا كام قرن فلفل احمر انا نضفتهم، وقرنين شطه حلوه كده لزوم التحبيشه بتاعته عشان يبقى مشطشط كده. معايا كام فص ثوم. وده ايه؟ ده بنجر. ايوه بنجر، هيدينا قيمه غذائيه كويسه، وفي نفس الوقت هيدي للميه بتاعه البرنجان معايا لون حلو جدا. ومعايا هنا 3 ليمونات اهمت، هنشيل الليمون وهننزل بدول كده في الكب اهو. نزلت بالحاجه بتاعتي في الكب، هنزل بحوالي معلقتين كده من الخل، وهنزل بشويه من الميه صغيرين علشان يضربوا معايا الحاجه دي. بس انا كده ضربت الخلطه بتاعتي اهيت. معايا بقى العلبه اللي هحط فيها البتنجان بتاعي، هنزل كده بالخلطه اسفه. معايا كده هننزل برضو بقيت شويه كده من الميه اهو. دي الخلطه بتاعتي التحبيشه بتاعت البرنجان بتاعي. هنبدا دلوقتي نعصر الليمون بتاعنا. بصوا يا جماعه، واعذروني بقى ان انا بصور بايد وبشتغل بالايد التانية. عصرت الليمون، جهزت معايا الخلطه، شايفين الخلطه. هبدا بقى دلوقتي انزل بالملح بتاعي. ظبطي بقى الملح بتاعك ونقلب. انا كل ده بجهز التحبيشه بتاعه البرنجان على ما البرنجان يتسلق. تمام. هزود بقى شويه كده من الميه واقلب برضو. شايفين اصلا الخلطه ولونها حاجه كده تتاكل حقاف. بس يا جماعه البرنجان بتاعنا اتسلق اهو زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى اوريكم ليه السبب ان انا خليته عملته بالقمع كده. ليه بقى؟ ثانيه واحده بس نظبط التليفون. ده السبب بقى. شايفين البرنجانه لما اتفتحت كده من قلبها، والقمع بعد ما كانت مسلوقه بالقمع، شايفين البرنجايه شمعة فله منوره ازاي؟ ده بقى اللي انا عايزاه. انما احنا لو كنا قمعناه وفتحناه زي ما كنا بنفتحه، كانت البرنجانه بسبب ان البرنجانه هينزل ثمار في الميه، كانت البرنجانه قلبها ده يسود، وانا مش عايزه ده. عشان كده انا سلقتها بالقمع بتاعها عشان تطلع بيضه كده. هاخد البرنجانه كده بعد ما فتحتها نصين وانزل بيها في الخلطه بتاعتنا. انا عايزه اوريكي بس البرنجانه اصلا اول ما تنزل في الخلطه عامله ازاي.
هقمع بقى بقيه البرنجان ده كله، يعني هشيل القمع كده بيتشال معاكي بكل سهوله اهو، ولا بيحتاج سكينه ولا اي حاجه اهو. هنشيله، نفتح مع بعض كده واحده تانية. شايفين البرنجانه؟ شايفين عامله ازاي من جوه؟ بيضه جدا، وده السبب اللي انا خلاني سلقتها بالقمع بتاعها. فانا هشيل القمع بتاع الكميه ديت وارجع لكم على طول. خلاص خلصت الكميه بتاعتي اهوت. شايفين ده اللي انا كنت عايزاه، القلب الابيض ده. هنزل بقى بالكميه اللي معايا ديت في قلب الخلطه اللي احنا عملناها. ونغطسه كده في قلب الخلطه يدوب ربع ساعه او نص ساعه وتاكلي منه، يكون بس شرب من التتبيله اللي احنا عاملينها ديت والتحبيشه بتاعته. بجد يا جماعه لازم تجربوا الطريقه ديت، هي تعجبكم جدا وبيبقى طعمه في منتهى الروعه والجمال. في نفس الوقت توفير ان احنا ما نحمرش بالزيت والدهون، لا كده صحي وكده اضمن واحسن واطعم. بس شايفين ما خدش مننا اي وقت، بكل سهوله معاكي احلى بتنجان. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنعمله. يا اجمل واحسن عيله في الدنيا. وقبل ما نقفل الفيديو بتاعنا نختمه بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.